وليد الركراكي حطم امال الامه المغربيه بفريق بمنتخب وطني قوي بعناصر متميزه بامكانيات هائله بحمايه مطلقه للمنتخب المغربي. شخصيا اعتذاره او اعترافه بالخطا لا يهمني بالمطلق، بقدر ما يهمني ان المغاربه احبطوا في هذه المنافسه الذي كانوا يعودون عليها، لان على الاقل كنا نرى في انفسنا من المنافسين الاقوياء على اللقب الافريقي. ولكن دعني اقول وبكل شجاعه ان وليد الركراكي انتقل الى الكوت ديفوار بلسانه فقط. مرجعيته الكرويه، مستواه الفني والتقني والتكتيكي احتفظ به هنا بقطر، وبالتالي أن الرجل كان خارج النص وكان لا يجتهد في معرفة أو قراءة منافسيه بقدر ما يجتهد كيف يرد على مواقع التواصل الاجتماعي أو كيف يرد على الصحافة الجادة. وليد الركراكي خلق لنا متاعب، بالإضافة إلى الإحباط الكروي خلق لنا متاعب. على كل حال المملكة المغربية قادرة على تصحيحها. أقول لوليد الركراكي حينما يستقبلك ملك البلاد وهو تكريم عظيم، ما معناه؟ أنه يقول لك لقد اجتهدت ونجحت وأفرحت المغاربة وهذا هو همي وهذا هو هدفي. وفي نفس الرسالة يقول لك عليك أن تواصل الاجتهاد والعمل لإفراح هذه الأمة مع ضرورة الالتزام بتوفير كل الشروط وهو ما تأكد. للأسف وليد الركراكي هذا التكريم استغله ليتغول واستغله ليتسلط في المغرب. لم يعد يهتم لا بانتقادات الصحافة الجادة ولم يعد ينتبه حتى للانتقادات من طرف أهل الاختصاص. وهنا أخطأ وليد الركراكي. وليد الركراكي تعظم بشكل أكثر وأصبح له ما يسمى بمرض جنون العظمة. وأنا أعتقد أنا شخصيا مع استمرار وليد الركراكي بالرغم من هذا الانتقاد، ولكن بشرط أن يعود وليد الركراكي إلى وليد الركراكي المدرب الذي لا زال في بداية طريقه. وليد الركراكي الذي يعرف بأن مسؤولية المنتخب الوطني هي ليست مسؤولية فريق. وليد الركراكي الذي يعرف بأن إمكانية المغرب هي تسمح له بالتنافس على القاري. وليد الركراكي الذي عليه أن يميز بين وليد الركراكي المدرب وبين وليد الركراكي النقابي أو السياسي. كل ما هو خارج عن ما هو إداري، عن ما هو رياضي، لا علاقة لك به، لأن أصلا لا تدرك معناه. وعليك أن تدرك بأن المغرب له مصالح كبرى أكثر مما هو موجود في رقعة الملعب، الورقة الحمراء أو الصفراء أو ضربة جزاء أو شيء من هذا القبيل. أنا مع استمرار وليد الركراكي أيضا، ولكن أيضا عليه أن يقدم توضيحا رسميا للمغاربة. ما عدد المصابين الذين كانوا في الفريق الوطني المغربي حينما انتقلوا إلى الكوت ديفوار؟ لأن ما كنا نعرف هو أن الوحيد الذي مصاب هو المزراوي، وأنه سيعود في اللقاء الأول أو الثاني، فإذا نفاجأ بالعديد من الإصابات. هذا تضليل، والتضليل لا يقبل، ونتيجة التضليل كانت واضحة الآن. أنا أعتقد بأن الفريق الوطني المغربي مع الاستمرار ومع الدعم المطلق لهذه المجموعة، وأقولها أيضا ثقتي فيك لا زالت حاضرة، ولكن بشرط أن يعود وليد الركراكي المدرب وليس وليد الركراكي عنتر بن شداد. لذلك أنا أقول أن مع المجموعة وأدعم المجموعة، ولكن لا بد أيضا من استحضار مبدأ الأهلية والجاهزية وليست مبدأ الصداقة والعلاقات. الفريق الوطني المغربي سيكون في 2025 بأرضه، لا مبرر لك لا بالهواء ولا بالطقس ولا بالطائرة ولا بالسيارة ولا 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 ولا. وبالتالي أنك عليك أن تستعد لأنك زغت عن طريق الصحيح. وأقول أيضا للصحافة الوطنية المغربية، نحن في مرحلة يجب أن نستحضر المصلحة العامة للفريق الوطني المغربي. يجب أن نكون في مستوى هذه الأمانة، يجب أن نكون في مستوى التنبيه إلى الأخطاء، وفي مستوى التنبيه أو في مستوى التصحيح. ما يقع الآن هو أن وليد تعظم ونحن ضعفنا، وبدأ الفريق الوطني المغربي يعيش هذا الارتجاج. هذا غير مقبول نهائيا. أنا شخصيا أقولها بكل أمانة عزيزي هيكل، وربيع العافية عليه على الهواء مباشرة أن يكذب ذلك أو ينفي. قلت له بمجرد سماع التشكيلة، قلت له الفريق الوطني المغربي ليس فيه مأمن. عطية الله كان في المستوى العالي، لماذا تدخل لاعبا لم يشارك منذ مدة؟ الصباري قدم مردودا ممتازا، لماذا أبعدته؟
أيوب الكعبي الذي لا تتكلم عنه الصحافة الوطنية كان مردوده ممتازا، لماذا أبعدته؟ أنا أعتقد بأن وليد الركراكي استغل، أقولها أيضا وبكل مسؤولية، استغل أيضا انبطاح أغلب الصحافة الرياضية الوطنية. وأيضا هناك صورة قاتمة جدا ألمتني جدا حينما رأيت وليد الركراكي في المنصة الشرفية هو إلى جانب المسؤول المالي للجامعة وحكم سابق. أي إضافة سيقدمون هذان الشخصان لوليد الركراكي؟ هل هذه الحالة كانت تحتاج إلى هذين الشخصين؟ الاحترافية تقتضي أن يكون هناك مدير رياضي بمشروعية وبشرعية كروية يستطيع أن يفيد الرجل في هذه المحنة. واضح. وليد، أخطأت. وليد، أصبت المغاربة بالإحباط، عليك أن تتحمل المسؤولية.